غالي جدا يا جماعة، قلت على ايه نعمله في بيتنا اوفر وكمان انضف. هاتي كوباية ونص من الزبدة بدرجة حرارة التلاجة، فضيها في بولة. هاتي مضرب الكهربائي، فك الزبدة كويس جدا. بعد ما فكتها هنزل عليها بكوباية وربع من السكر الباودر ويكون منخول. هضرب السكر مع الزبدة كويس لمدة 3 4 دقايق لحد كده ما الزبدة تبقى كريمي معايا ولونها يفتح زي ما انتي شايفة كده. ضربت كويس خلاص. هنزل بقى دلوقتي بضاية، وطالما حطيت بيض يبقى هحط فانيليا. عندك فانيليا سايله، فانيليا باودر، مش مشكله خالص. هقلب كل ده مع بعض كويس جدا لحد ما يبقى اللون كريمي. دلوقتي دور المضرب خلاص انتهى. هاتي بقى سباتولا او معلقه عندك ولمي الجوانب اللي في البوله. انزلي ب3 كوبايات دقيق ونص معلقه صغيره سوري ربع معلقه بيكنج باودر ورشه ملح صغيره. الكوبايه اللي انا بستخدمها معاكم هي نفس الكوبايه اللي عيرت بيها الدقيق والسكر بودره والزبده. بصي العجينه هنا انا اختبرتها لقيتها مش بتشقق خالص، فعرفت ان هي ناجحه. هاتي بقى الكور كده. بصي احنا بنعمل سابليه، ولا هتحتاجي قطاعات ولا هتروحي تشتريها قطاعات غاليه ولا اي حاجه. بصي سابليه بابلز كده هيطلع معاكي تحفه. كوري، اعملي الكور على قد ما تقدري يكون قد بعض عشان ياخد نفس السوا، ومفيش حاجه تبقى طالعه نيه معاكي. هاتي بقى اولادك في المرحله دي يعملوا معاكي، بدل ما هم مضايقينك وقارفينك كده اشغليهم بحاجه. هنكور كده نفس الكور نفس الشكل. هما اول ما تخشيهم ما يدخلوا الفرن خلاص بيمسكوا في بعض، يعني ما تقلقيش مفيش حاجه منهم هتفك. دخلتهم الفرن على درجه حراره 160 لمده 10 دقايق. ريحته بتبقى حلوه جدا جدا. سيحت هنا بار شوكولاته بالحليب، حطيت على كيس عشان كده عشان يسهل، يبقى سهل عليا وانا بشكله. بصي عايزه تحطيها كلها في الشوكليت وبعدين تطلعيها ماشي، عايزه تحطيها من فوق بس كده تمام كده ماشي. بس احنا طبعا بنحبها غرقانه في الشوكليت، فاحنا هنغرق كده كلها نحطها على الكيس بتاعنا عشان يبقى سهل ان انا اطلعه. خلاص كده انا خلصت الكميه. سيحت كده مكعبين شوكليت ابيض وحطيت على الوش كده زينتهم علشان يبقى شكله حلو. تقدري في الخطوه دي عايزه تحطي سوداني، عايزه تحطي مكسرات، عايزه تحطي فارماسي، اللي يعجبك حطيه. حلو قوي، لازم تجربوه وكمان طعمه تحفة. نحفظه ازاي؟ نحفظه في علبة. هاتي كيس سندوتشات، حطي في العلبة كده، رصي الاسطابليه بتاعك. بالهنا والشفا، اتمنى ان انتوا تجربوه. مستنية رأيكم ايه. ما تنسيش لو وصلتي لحد هنا تحطي لايك وتشيري الوصفة لأي حد محتاجه.